من هم الحدادية؟ الحدادية نسبة إلى محمود الحداد، شاب ولد في مصر وسافر إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية وأمضى فيها 7 سنوات، ثم رحل إلى المدينة النبوية. كان متأثرا بالفكر المدخلي الذي ينتسب إلى السلفية. كان بداية ظهور هذا الفكر الحدادي أثناء الغزو البعثي للكويت. استفحل هذا الفكر بعد هذه الأحداث بشكل غريب، بعد أحداث الغزو بشكل غريب جدا. مشكلة المداخلة هي أنهم يتعاملون مع خصومهم ومعارضيهم من الدعاة بتطرف، عندهم غلو في رمي المخالف بالضلال والانحراف العقدي والتبديع، وكل تطرف لا بد أن يولد تطرفا أشد. هذا الشاب محمود الحداد قال: لماذا نستثني بعض العلماء السابقين من الحكم عليهم بالضلال كما نفعل مع بعض المعاصرين؟ على راسهم ريشة. وفعلا تجرأ هذا الشاب بجهله وغروره على علماء الأمة. بلغت العلماء هذه الأخبار، أخبار هذا الغر، لكن العلماء وقتها آثروا عدم الرد وتجاهل هذا الشاب، وقالوا هذا الفكر لا يستحق رد عليه، أميت الباطل بالسكوت عنه. هذا أكبر خطأ وقع فيه العلماء في ذلك الوقت. هذا الشاب جاهل، قال العلماء، يريد الشهرة، فلا تحققوا مراده بالرد عليه. وبعد فترة وجيزة تفاجأ العلماء في ذلك الوقت رحمة الله عليهم، الشيخ بن باز، ابن عثيمين، ابن قعود، جمع من العلماء رحمة الله عليهم، تفاجأوا بانتشار هذا الفكر بشكل مريب، خاصة في أوساط صغار السن ما بين 15 و 25، حتى بلغ بهم الضلال إلى أن أخذوا كتاب ابن حجر فتح الباري رحمة الله عليه وحرقوه. حينها تحرك العلماء خوفا على صغار السن. ثم طرد محمود الحداد لاحقا من السعودية. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه. ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتعالى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. الآن رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما. وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة ضالون لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما ويجب إحراق فتح الباري؟ سبحان الله. فإني أقول لهم بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سد. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله. فأنا أقول غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. أخبرني أحد الأخوة بانتشار مقطع لشخص يفتري علي الكذب، يستخدم الحوار الهادئ المحترم الذي لا ينطلي إلا على البسطاء ليتهمني في عقيدتي بأسلوب مبطن. ظننته في البداية قد أوتي من قبل فهمه لكلامي،
لكن حين رأيت بعض مقاطعه تفاجأت بأنه أحد المتأثرين بالفكر الحدادي. أخذت أبحث عنه وعمن تأثر بطرحه، فظهر لي اسم شخص يعيش في الكويت. هذا الشخص ألف كتابا في الطعن بالإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. أنا لا أعرف هذا الشخص، سألت عنه المشايخ والدعاة والعلماء فلم يعرفوه. استغربت، أخذت أبحث أكثر وأكثر، حتى أخبرني أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن يسكن منطقة الجهراء عندنا في الكويت بأنه سمع عن هذا الشخص، سمع عنه السوء، سمع عنه الطعن في علماء الأمة، هكذا قال لي، شخص سيء السمعة، لكنه لا يعرف شخصيا ولا يعرف جنسيته، غير كويتي ولا يضره ذلك، لكن الذي يضره هو طعنه في علماء الأمة ولا يعرف له شيخا، كل نشاطه في وسائل التواصل. وبعد جولة سريعة في مقاطع هذا الشخص تفاجأت من الكم الهائل من البذاءة وفحش الكلام. وجدته طعانا لعانا في علماء أمة الإسلام السابقين والمعاصرين، لا يكاد يسلم من لسانه أحد. كيف تحترم إنسانا لا يحترم علماء الأمة؟ الذي لا يحترم يجب أن لا يحترم. من الحماقة احترام هؤلاء المغرورين بأنفسهم المعتدين بأنفسهم، لأن احترامهم سيزيدهم غرورا. هو لا يفهم من احترامك له أنك تتلطف معه، لا، هو يفهم هذا الاحترام بأنه أصبح ذا شأن في العلم، سيزيده الاحترام غرورا. فاحترامهم واحترام فكرهم ليس من الحكمة في شيء. وكل من ينشر مقاطعهم، وكل من يدافع عنهم، وكل من يسوق لهم، وكل من يبرر لهم سيبوء بالإثم معهم. وسيكون علماء الإسلام الذين كفرهم هؤلاء الحدادية وضللوهم، كل هؤلاء العلماء سيكونون خصومك يوم القيامة. كل من يسوق لهؤلاء لهذا الفكر التكفيري الباغي المعتدي فليهيئ نفسه ليكون خصما لعلماء الإسلام يوم القيامة. لماذا؟ لأنه مهد الطريق، مهد الأرضية لهذا الفكر، برر، سوق. إذن أنت شريك في هذه الجريمة. ومن المضحك أن نسمع بعض الناس يقولون: لماذا لا تحترم وجهة نظرهم؟ هو لم يقل شيئا يستدعي منكم هذا التعامل القاسي، هو فقط بين وجهة نظره في بعض علماء الأمة. ما المشكلة في تضليل أبي حنيفة والتعريض بتكفيره بطريقة ملتوية؟ ما المشكلة في أنه يعرض وجهة نظره البرية فيكفر العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر وابن حزم وابن دقيق العيد والقرطبي والسيوطي والسخاوي والمناوي والبيهقي والقاضي عياض والمئات من علماء الأمة غيرهم؟ ما المشكلة في ذلك؟ لماذا لا تحترمون وجهة نظرهم؟ هم فقط يكفرونهم ويستحلون دماءهم لتبين منهم زوجاتهم، ولا يرثون ولا يورثون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا تجوز عليهم الرحمة. فقط هذا بس. هؤلاء الحدادية يربطون تكفيرهم وتضليلهم لعلماء الإسلام بالدفاع عن العقيدة الصحيحة. نحن ندافع عن العقيدة الصحيحة قبل أن تبلغ الفطام، لكن الدفاع عن العقيدة الصحيحة لا يستلزم تكفير وتفسيق وتضليل علماء الإسلام. استغلوا طعن البعض في أبي حنيفة فطعنوا في أبي حنيفة وفي كل من يعتبر أبا حنيفة إماما، ولقبوهم بلقب يعني حقيقة غبي وركيك، اسمهم السلفية المدجنة. والله العظيم فكر غبي أقسم بالله. سموهم السلفية المدجنة، يعني يريدون أن يشوهوا صورة هؤلاء يعني.
وبما أن علماء الإسلام قد أجمعوا بعد القرن الخامس الهجري تقريبا والسادس الهجري على إمامة أبي حنيفة رحمة الله عليه وجلالته، هذا يعني أن كل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد القرن الخامس والسادس الهجري ضالون مضلون عند هذا الفكر الحدادي. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أبا حنيفة إماما، وهم مميعون لدين الله، لأنهم جاملوا في الدين، وهم خونة للأمانة، لأنهم خدعوا الأمة فمدحوا من يستحق الذم، وهم جبناء لأنهم لم يقولوا الحق خوفا من ذوي النفوذ. والآن هل وجدتم أخطر على الإسلام من هذا الفكر؟ تترحمون عليه. لماذا تترحمون عليه؟ وقد اختلف في موته جهميا. أنتم لماذا تترحمون عليه؟ أنتم عديمي الديانة، أنتم يا من لا عندكم ذرة دين. هل تترحم على أسامة بن لادن؟ والله هو خير منه اعتقادا. هل تترحم على سفر الحوالي لو مات؟ ما تترحم عليه. هل تترحم؟ يعني الآن مثلا سيد قطب مدحه محمد تقي الدين الهلالي، مدحه كذا مدحه. هل تترحمون أنتم على هؤلاء؟ هؤلاء لم يتكلم بهم سفيان والأوزاعي ومالك، لم يقولوا ما ولد في الإسلام مولود أشأم منه. لم يثبت عنهم رد الأحاديث الصحيحة كثير منهم، وكان سيد وغيره ثبت عنهم. تبدعون العلوان وتبدعون مش عارف ايش في الحاكم، ثم هذا الذي يرى السيف تمدحونه وتترحمون عليه وتعتقدون إمامته وهو منهجه مناقض لمنهج أهل الحديث، وتزعمون أنكم من أهل الحديث، وأنتم لستم من أهل الحديث. أنتم عال على أهل الحديث، أنتم حرب على أهل الحديث. الإمام أحمد يقول لو ولي قاض على مذهب أبي حنيفة لنقضت أحكامه. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له أيؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال نعم يؤجر. يأتي هذا الكلب الضال بدر بن علي بن طامي ويقيس أبا حنيفة على أناس والله قال فيه أحمد كذا كان رجلا صالحا وكان مرجا. طيب أحمد قال هذه في أبي حنيفة في نفس المصادر، أم قال أن أبو حنيفة كان كذابا في نفس المصادر التي تنقل عنه؟ قال كان كذابا. قال هذا أم قال عمرو بن عبيد أبو حنيفة شر من عمرو بن عبيد؟ أنت لماذا تترك نصوص أحمد وتذهب لنصوص أخرى وتقيسها قياسا؟ لأنك صاحب هوى، لأنك تريد أن تستر عورات مشايخك الذين لا يحترمون السلف ولا يقدرون السلف، وجرأوا السفلة على السلف، وجرأوا الكوثرية على السلف، وصار أبو غدة والكوثري وأذنابهم يطعنون على السلف بسببهم، بسبب غبائهم وسفههم. فرضنا ابن تيمية زل وخالف كلام السلف، فرضنا هذا. كيف يجعل كلامه فوق كلام السلف؟ كيف يجعل لعنة الله عليكم واحدا واحدا؟ كيف يجعل كلامه فوق كلام السلف؟ أي تأصيل هذا؟ تكابرون الأسانيد الصحيحة، مئات الأسانيد الصحيحة ترمى بالحش ويكذب كلام السلف. الكوثري اضطر أن يضعف 300 ثقة منهم 90 حافظا ليستر عورة أبي حنيفة، ثم هو نفسه الكوثري اعترف أن عموم السلف طعنوا فيه. أنت تفتح الباب لأهل الباطل أن يتهموا أئمة السلف بأنهم ظلمة، كل هذا لتستر عورة مشايخك هؤلاء الذين لا ينصرون دينا، هؤلاء الذين فيهم جرأة في الكلام في مسائل لا يعلمون عنها شيئا، وفيهم قلة حياء وفيهم قلة احترام للسلف. علماء الإسلام قد أجمعوا بعد القرن الخامس الهجري تقريبا والسادس الهجري على إمامة أبي حنيفة رحمة الله عليه وجلالته. آتيك بكلام مئات بل آلاف من علماء من كل المذاهب الإسلامية. آتيك بكلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن مفلح، ابن قدامة، أبو الوفاء بن عقيل، ابن العماد الحنبلي، ابن النجار الفتوحي، ابن اللحام، البهوتي، الحجاوي، ماذا تريد؟ كلهم حنابلة. آتيك بكلام المالكي، القرافي، أبو الوليد الباجي، كلهم يعظمون أبا حنيفة. أبو الوليد الباجي، ابن عبد البر، ابن الحاجب، ابن وهب، أبو زيد القيرواني، القاضي عبد الوهاب المالكي، وغيرهم الكثير من المالكية.
آتيك بكلام الشافعية، أبو إسحاق الإسفرايني، أبو إسحاق الشيرازي، أبو العباس الجرجاني، الرافعي، الغزالي، الجويني، ابن الصلاح، ابن الملقن، ابن دقيق العيد، ابن كثير، البغوي، الماوردي، جمع هائل من العلماء، السبكي، السيوطي، المحلي، جمال الدين المزي، زكريا الأنصاري، الكرماني، كل هؤلاء شافعية. آتيك بكلام الشوكاني، الصنعاني، محمد بن عبد الوهاب إن أردت، الشيخ ابن باز من المعاصرين، ابن عثيمين، ابن جبرين، الألباني، ماذا تريد؟ كل هؤلاء والله العظيم آلاف العلماء يأتون برسائل على خاصة. هذه الرسائل دون أن يعرف سياقها وأنا مع من أتكلم، هذه نشرها نوع من أنواع الخسة، والمعركة العلمية لا يمكن أن ينتصروا بها، لا يمكن أن ينتصروا. لكن البلاء خصوصا مثل هذا المردود عليه فايز الكندري، هذا أظنه لو رد على أمثال عدنان إبراهيم والكيال فلن تكون ردوده مثرية، لأنه ليس بابه العلم حقيقة، هو بابه قضايا أخرى. لكن ما خسرت المعركة العلمية لا تخسر المعركة الأخلاقية. أما أننا نريد توسيع باب التكفير وإنكارنا على الدواعش من باب كذا وكذا، انظر، التكفير أو عدم التكفير ليس غاية عندنا، الغاية البحث العلمي. كأن الحنابلة علموا أنه سيأتي إنسان في آخر الزمان ويحاول أن يظهر الأمر على أنه من مفاريد أحمد بن حنبل، وأن من تابعه إنما تابع أحمد. فحرب قال كلمته، وابن أبي داود قال كلمته، وابن الجوزي قال كلمته، وابن تيمية قال كلمته. حتى ابن تيمية يقول امتلأت به الكتب، امتلأت. يقول ابن تيمية أن أكثر في رد على السبكي أن أكثر أهل الحديث طعنوا في إمام أهل الرأي طعنا امتلأت به الكتب، امتلأت. الحدادية فكر مخادع. أنا أقول لهم بينوا وأظهروا أنفسكم ولا تتمترسوا خلف العلماء، نريدكم أنتم هؤلاء العلماء الذين تتمترسون بهم وتتمسحون بهم هم براء من منهجكم. تريد كلام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ أقرأ عليه كلام ابن تيمية، أقرأ عليه كلام ابن تيمية. ماذا يقول هنا رحمة الله عليه في المنهاج؟ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه، عادي جدا يختلف العلماء فيما بينهم عادي، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هي كذب، وهذا الحدادي مستميت على إثباتها. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله، كلهم، من ضمنهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وإلى آخره. وذكر أبو حنيفة معهم بأنه يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ابن تيمية هذا العالم العلم الجبل يأتيك حدادي جاهل ويطعن في أئمة المسلمين. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: من ظن أن أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو بهوى. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وأحمد إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة، وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة، وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة. وما تكلم في من تكلم وما تكلم في من تكلم فيه منهم
إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. من كفر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا إن الله فوق العرش، لأنه هو الآن يرد على من كفر أبا حنيفة لأنه يقول الله فوق العرش، فهو يدافع عن أبي حنيفة ابن تيمية رحمة الله عليه. لأن بعض الناس يعني حين ذكر أبو حنيفة رحمة الله عليه بأن الله فوق العرش، بعضهم كفر من أثبت أنه فوق العرش، فهو يقول من كفر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا إن الله فوق العرش فهو أحق بالتكفير. هذا للحدادية الجهال، فهو أحق بالتكفير، يعني ومن اتهمه بالضلال، يعني إذا تهرب من التكفير وقال ضال فهو أحق بالضلال. قال ابن تيمية: فإن أئمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم، انظر قال أجمع المسلمون، ركز معي يا ابني، ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم كالخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ونحوهم، ومثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، ومثل مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة، ومثل الشافعي وفلان وفلان إلى آخره. قالوا أمثال هؤلاء من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها، فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم، وتكفيرهم، انظر إلى الحد، هذا درس يا أبنائي، انظروا، قلت لكم والله ما أشبه الحدادية بهؤلاء الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحابه. انظروا ماذا قال ابن تيمية هذا الإمام العظيم، يقول: فإن وتكفيرهم، يعني تكفير هؤلاء ومن ضمنهم أبو حنيفة، هو من جنس قول الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، ومن جنس الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما من المسلمين، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأوثان، وهذا واقع. وهنا هذا البحث لما يقول لك ابن تيمية تقول عنه خاف سطوة الحنفية وكذا، له الحق في ذلك، لكن هل معناه أنه ما انتقد مذهب الحنفية البتة ولا انتقد المخالفات الموجودة عند أبي حنيفة ولم يسمه وينص على أنه لا يجوز متابعته؟ كثير. وحتى لما يذكر مثل الأئمة المتبوعين هو دائما يذكرها في سياق ردع الجهمية، أن الرجل لم يكن ينفي العلو ولم يكن كذا. وحتى مرة في كتاب الإيمان وقد رد على الحنفية في موضوع الإيمان وبين أن قولهم بدعي، لما تكلم على قول الأشاعرة قال الحمد لله أنه لا يوجد في المتبوعين من يقول به. وهو ابن تيمية نفسه قال أكثر أهل الحديث طعنوا فيه طعن امتلأت به الكتب، وأثنى على كلامهم عليه في نقدهم له في الحيل. ودعني أقرأ عليك نصوصا عديدة لابن تيمية شخصيا يتكلم فيها عن الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي، وكلها نصح ونقد لأهل الرأي، فهو ما سكت. لكن في عبارات مثل العبارات اللعن، عبارات ظالم، عبارات كذا، قلب الإسلام رأسا على عقب، هذه العبارات لما ذكرها لم يذكر قيلت في من، لم يذكر قيلت في من، وإنما فقط نبه أنها قيلت في من أفتى بالحيل التي تفشونها الآن، ولم يذكرها على جهة النقد. وأنه والله لم يقل أن الرجل منتقد عقدي، لا، ذكر أنه منتقد عقدي، ذكر أن حماد بن أبي سليمان يقول في الإيمان كذا وكذا، وأن السلف بدعوا حماد بن أبي سليمان، وأن أبا حنيفة تبعه. هذه موجودة في أماكن متفرقة، لكن هذا موجود في كلام الشيخ، بدعوهم حماد بن أبي سليمان ومن تبعه اللي هو أبو حنيفة، لكن لا يريد أن يذكر اسمه لأنه يعرف أن هناك عامة يقومون عليهم وكذا وكذا. عموم الأئمة أو المتأخرين ماذا يقول لك؟ يقول لك هؤلاء أئمة الإسلام. يا جماعة الخير، ترى أمثال ابن تيمية والذهبي وغيره وغيره، هؤلاء تابعون للأئمة الأوائل الذين يتهمون بالظلم. هؤلاء حتى إذا تكلموا في الجرح والتعديل يتكلمون ماذا؟ يأتونك بكلام الأئمة ويرجحون بين كلمات الأئمة. لا يوجد أحد منهم يقول مثلا، لا يوجد كما يقول بعض الروافض يقول وثقه الذهبي. هذا الذهبي الناس المتأخرين ممكن يعتد بحديثه، لكن هو الذهبي
حين يتكلم عن الرواة الأوائل يحكي كلام الأئمة ثم يرجح، ثم قد يجتهد نوع اجتهاد في الترجيح بين أقوالهم. يقول المعلمي أيضا في التنكيل: وكلام أئمة أهل السنة في ذلك العصر في قول أبي حنيفة متواتر حق التواتر. المعلم يقول كلامهم متواتر يعني كثير. المعلمي يتكلم عن قصة استتابة أبي حنيفة من الكفر، هذا في التنكيل أشهر كتاب للمعلمي، والمعلمي نار على علم. انظر ماذا يقول المعلمي في التنكيل، يقول: فتدبر ما شرحناه، ثم تأمل ما تقدم عن العيني، ثم راجع الطرق الكثيرة بالأسانيد الصحيحة لقصة استتابة أبي حنيفة من الكفر. هذا كلام المعلمي، معاصرون ولا شيء سوى المعاصرين. وأكثر تلك الطرق مسلسلة بالرجال المعروفين ما بين محدث ثقة وحافظ ثقة وإمام شهير. هذا مو أنا، هذا المعلم اللي يتكلم. وانظر ما يقول فيها العين والكوثري، حتى كأن أئمة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب الأخرى أهل عند العين والكوثري لكل كذب. وقلد العين والكوثري هذا اللي يسمونه محدث، قلدهم بعض الشباب اللي ما يستحون، اللي ما يعرف. ايش فرقك عن سلام بحيري؟ ايش فرقك عن عدنان إبراهيم؟ من تنكر الروايات المتواترة؟ قلة حياة وقلة دين. يقول معلمي هنا رحمه الله: فإني وقفت على كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري. يعني انظر إلى انحراف محمد زاهد الكوثري. مع هذا انظر إلى أسلوب المعلمي. المعلمي أسلوبه أسلوب علماء، أخلاق العلماء، وليس أخلاق المتطفلين على العلم كالحدادية. يقول: الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة. المعلمي يعتبر أبا حنيفة إماما، فلماذا تكذب وتدلس وتتمترس خلف المعلمي؟ المعلمي بريء منك، من مذهبك، من فكرك التكفيري المنحرف الشاذ. يقول: في ترجمة الإمام أبي حنيفة من تاريخ بغداد من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة، فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم. لاحظ ركز معي جدا، المعلمي هنا أبدع. يقول: فرأيت الأستاذ يعني الكوثري تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه. يعني الذي يوافقه أهل العلم، انظر، هو الدفاع عن أبي حنيفة، هؤلاء هم أهل العلم، والذب عن أبي حنيفة، إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها، حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة. يعني مشكلة الكوثري يريد أن يدافع عن الإمام أبي حنيفة فطعن في أئمة آخرين. فالكوثري هنا يعني يريد أن يدافع عن أبي حنيفة فأساء إلى أبي حنيفة وإلى العلماء الآخرين. فالمعلمي أنكر على الكوثري هذا الأسلوب. فالقضية كلها، التنكيل كله حول هذه النقطة وليس حول شخصية أبي حنيفة. يعتبره إماما وعالما، بل ومن سيرة العلماء حسن الذب والدفاع عن أبي حنيفة وتوقير أبي حنيفة وتبجيل أبي حنيفة وتوقير أبي حنيفة كما ذكر هو. يقول هنا: حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالكا والشافعية وأحمد وأضرابهم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته والرد لأحاديث صحيحة ثابتة والعيب للعقيدة السلفية، فأساء في ذلك جدا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه، حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه. هذا كلام المعلمي، يعتبر أبا حنيفة إماما. من أنت حتى تتمترس خلف المعلمي؟ المعلمي بريء منك أصلا. ويقول المعلمي أيضا: وكان مقتضى الحكمة، انظر كلام المعلمي، اتباع ما مضى عليه أهل العلم
منذ 700 سنة تقريبا، منذ 700 سنة تقريبا، من سد الستار على تلك الأحوال. هل سدر الستار فقط؟ نسدل الستار وبس خلاص يا جماعة خلونا نسكت ومشوها؟ لا، وتقارض الثناء. تقارض الثناء يعني تبادل الثناء، نثني على أبي حنيفة وعلى العلماء وعلى الأئمة، وإن حدث بينهم طعون نترحم على الجميع. المعلمي هنا قال كلاما رائعا جدا في كتابه التنكيل، فيه الكثير من الفوائد المهمة التي ينبغي أن نفهمها. ماذا يقول هنا رحمه الله؟ يقول: والواقع أن مقصودي، يعني من كتاب التنكيل، هو ما شرحته في الفصل السابق، ولذلك أهملت ذكر المتون. المتون الطاعنة في أبي حنيفة لم يذكرها في التنكيل لأنها خارجة عن مقصودي، ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد. هذا الكذاب الذي يستتر خلف المعلمي. المعلمي أصلا يتبرأ منك ومن مذهبك الفاسد. انظر ماذا يقول المعلمي هنا. يقول: مع ما ذكرها من المفاسد، يعني ذكر المتون الطاعنة في أبي حنيفة فيها من المفاسد. يقول: الأولى ما أشار إليه الأستاذ في الجملة، وهو أن يطلع عليها حنفي متحمس فيحمله ذكر المتن، أي الطاعن في أبي حنيفة، ذكر المتن على أن يعرض عن كلام البتة، ولا يستفيد إلا بغض من نسب إليه المتن من الأئمة. هذا مو هدف يقول. الثانية أن يطلع عليها رجل من خصوم الحنفية فيجتزئ بذلك المتن ويذهب يعيب أبا حنيفة غير مبال أصح ذاك المتن أم لم يصح. الثالثة أن يطلع عليها عامي لا يميز فيقع في نفسه أن أئمة السلف كان بعضهم يطعن في بعض ويكبر ذلك عليه ويسيء الظن بهم جميعا. هذا مو هدفي. فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلها. هذا يؤكد على أن المعلمي لا يقصد إثبات الطعون على أبي حنيفة، ولا يبقى أمام الناظر إلا ما يتعلق بتلك القضايا الخاصة التي ناقشت فيها الأستاذ. طيب ما هي القضايا الخاصة؟ والواقع أيضا أنه لا يلزم من صنيعي تثبيت الذم. يعني عندما أناقش الأستاذ، يعني يقصد الكوثري، في توثيق أو تضعيف راوي، فحين أوثقه لا يعني أني أصحح المتن وأني أثبت الذم والطعن في أبي حنيفة، ولا يلزمني قصد ذلك. وأزيد ذلك إيضاحا وشرحا وتتميما فأقول: كلام مهم جدا يا أخواني، وعامة مناقشتي للأستاذ إنما هي في بعض رجال تلك الأسانيد، وقد وافقته على ضعف جماعة منهم، ولا يلزم من تثبيت ثقة رجل من رجال السند ثبوت ثقة غيره. يعني أنا عندما أناقشه على ثقة هذا الشخص لا يعني أن جميع رجال السند ثقات، بل الأمر أبعد من ذلك. فإن المقالة المسندة إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه لا يثبت الذم بها إلا باجتماع 10 أمور. كلام عظيم قاله المعلمي هنا. الأول: أن يكون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة. ثانيا: أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات. الثالث: ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحجة. لاحظ دقته في العبارة، يقول ظهور ولم يقل اتصال السند، لا، قال ظهور، لأن الإتيان بكلمة ظهور يعني شرطا إضافيا على
مسألة اتصال السند فقط، وهذا ما سيوضحه لاحقا، كلام دقيق. الرابع ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك مما يوهن الرواية. الخامس ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير. يقول ظهور أنه لم يقع، ليس فقط لم يقع بل ظهور، يعني يجب أن يكون هذا الأمر ظاهرا بينا. أو تحريف أو تغيير قد توقع فيه الرواية بالمعنى. فهذا يدل على أنه لا يوجد هناك دقة في المتن. السادس ظهور أن المراد في الكلام ظاهره، ظهور ذلك أنه يريد الظاهر. يعني نفس عندنا الآن مثلا نقول والله لم أرى أكسل منك، هو لا يقصد ذلك أني لم أرى فعلا أكسل، هو يقصد ما أكسلك، والله أنت أسوأ إنسان أنا رأيته في حياتي، ولا يقصد ذلك حرفيا، أسلوب من الأساليب. السابع ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة، يعني برهان، لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا فيحسبه صادقا وهو كاذب أو غالط. الثامن ظهور، لاحظ معي استخدام كلمة ظهور، أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم، وإنما وقع على وجه سائغ. يعني هو حمل هذا الأمر على وجه مذموم فذم. يجب أن يظهر بأن هذا الذم ليس لأنه ظن أمرا سيئا وهو في حقيقة الأمر سائغ. التاسع ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذام. يجب أن يظهر أن هذا المتكلم فيه ليس له عذر، مش أن أنا أظن أنه ليس له عذر، لا، يجب أن تكون هناك حجة ظاهرة أنه ليس له عذر. العاشر ظهور أن ذلك المقتضي للذم، يعني سبب الذم، لم يرجع عنه صاحبه. والمقصود بالظهور، انظر إلى المعلم رحمه الله، هو يقصد بكلمة ظهور ليس فقط يأتي بها هكذا اعتباطا، لا، يقول والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة. وقد يزاد على هذه العشرة، يعني قد يزاد عليها شروط أخرى وفيها كفاية، يعني في هذه العشرة كفاية. فهذه الأمور إذا اختل واحد منها لم يثبت الذم. لو واحد من هذه العشرة لم يثبت سقط الذم والطعن في هذا الإنسان. يقول رحمه الله بعد ذلك والذي تصديت لمناقشة الأستاذ فيه إنما يتعلق بالأمر الأول، اللي هو إيش؟ مسألة أن هل هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت عليه المناقشة هل هو ثقة أم لا؟ هذا هو موضوع المعلم رحمه الله. والذي تصديت لمناقشة الأستاذ فيه إنما يتعلق بالأمر الأول، ولا يلزم من تثبيته تثبيت الثاني. يعني لا يلزم من تثبيته لأن هذا الراوي ثقة يطير بها هذا الغر الجاهل الجهول المجهال بأن هذا المعلمي يثبت الطعن في أبي حنيفة. لا، المعلمي يتكلم عن أن هذا الراوي ثقة ويناقش الكوثري على هذا الأساس. يقول ولا يلزم من تثبيت تثبيت الثاني، يعني لا يلزم من تثبيتي بأن هذا ثقة أن السند رجال السند كلهم ثقات، فضلا عن جميع الشروط، فضلا عن الجميع، يعني فضلا عن جميع الشروط. وقد يلزم من صنيعي في بعض المواضع تثبيت الثاني، وقد يلزم في بعض المواضع من صنيعي تثبيت بأن هذا الراوي ثقة، يلزم من أن بقية رجال الإسناد ثقات، يلزم هذا أحيانا في بعض الأمور يقول يلزم ذلك مني، لكن لا يلزم من ذلك تثبيت الثالث، يعني الشرط الثالث، فضلا عن الجميع.
ثم يقول هنا: وقال ابن عبد البر في الانتقاء نقلا عن الساجي، ثم ذكر السند، ثم قال عن بشر بن الفضل: قلت لأبي حنيفة نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قال: هذا رجز. ثم ذكر بعد ذلك قول قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين فقال: هذا هذيان. تمام. يقول: رجاله ثقات إلا شيخي الساجي ما عرفتهما، وللخبر سند آخر إلى العباس عند الخطيب فيه ابن عقدة وهو متهم بالكذب. وقد أورد ابن حبان أخبارا عديدة عن أبي حنيفة في هذا الباب في كتابه المجروحين، عامتها نحتاج إلى النظر في أسانيدها. والله يحب الإنصاف، هكذا يقول: والله يحب الإنصاف. يا سلام على الإنصاف. هو في الحقيقة يعني هذا طعم فقط يصطاد به السذج ليوهمهم بأنه منصف، ولا أنت أصلا تعرف أن هذه الروايات مكذوبة، أنت بنفسك اعترفت، لماذا تذكرها في الكتاب؟ ما الحاجة لذكرها في الكتاب؟ ما الحاجة؟ ليوهمك بأنه منصف، فهو لا يأتي بها من أجلها بل لأمر آخر، يريدك أن تقبل الآخر. كل الكتاب غير مبني على إنصاف، فهو بنفسه يعترف أنها مكتوبة. انظر ماذا يقول هنا الآن. هو بنفسه يقر بأن هذا الحديث رجز وهذيان لا يصح، هو بنفسه يعترف. صحيح؟ انظر ماذا يقول صفحة 48 هذا الكذاب الأشر الذي لا يستحي والله. قال: وإذا كنا نعتذر لمن يستهزئ بالسنة فلا يعظمن أبا حنيفة إلى درجة أننا لا نقبل عذر من جرحه متابعا لمن جرحه من العلماء. بعدين فراغ طويل 2.5 متر. بعدين: ولو جاءتني بعض فتاوى أهل العلم التي لا أقبلها وقلت فيها هذا رجز وهذا خرافة، هل سأجد من يعتذر لي؟ يعرض بأبي حنيفة. ألم تعترف بنفسك بأن حديث هذا رجز لا يصح؟ قلت لكم يا أبنائي بأن هذا الإنسان الكذاب يعتمد على نسيانكم، انتبهوا منه، أقسم بالله أنه مخادع وكذاب، كذاب أشر لا يستحي. انظروا إلى هذا الكذب، هو بنفسه يقر بأن هذه الرواية لا تصح، لكن بعد صفحات عديدة يعتمد على أنكم نسيتم بأن هذه الرواية لا تصح، فيقول: لو جاءتني بعض فتاوى أهل العلم التي لا أقبلها وقلت فيها هذا رجز، يعرض بأبي، هل سأجد من يعتذر لي؟ الأصل في هذا المنهج الكذب، كل كلمة يقول هذا المنهج ابحث وراءها. وهذا أثر آخر: أخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثني علي بن عثمان بن نفيل، حدثنا أبو مسهر، حدثنا يحيى بن حمزة وسعيد يسمع أن أبا حنيفة قال. والله العظيم مهزلة أقسم بالله. شوف شيء مضحك والله. لا حول ولا قوة. لو أن رجلا يعني يدعون أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول هذا الكلام، لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرى بذلك بأسا. قال سعيد: هذا كفر صراح. بالله عليكم، هل مثل هذه الروايات يلتفت إليها صاحب العقل؟ طيب، يعني هذه والله لا يقول بها أكفر الكفرة، يعني حتى اليهودي ما يقول بها، حتى النصراني لا يقول بها، حتى الهندوسي لا يقول بها، حتى المجوسي لا يقول بها. ما هذه السخافات. والله أحمد الله على وجود هذه الروايات. لماذا؟ لأنها تبين أن وراء الأكمة ما وراءها. يعني أحيانا يكون في افتراءات مضحكة، هذا يجعلك تأخذ حذرك. أنا في افتراءات على هذا الرجل المظلوم، في شيء،
فالإنسان يأخذ حذره أن لا في شيء. طبعا يعني في الحديث يحيى بن حمزة شامي الذي يروي، أبو حنيفة كوفي، ولم يثبت أنهما التقيا. هل يعقل أن يروي مثله ما لا يعرفه ملازمو أبي حنيفة وتلامذته وأصحابه الذين عاشوا معه سنين طويلة وكتبوا الكتب وأصلوا الأصول وفرعوا الفروع ووضعوا قعدوا القواعد، كتب مليئة بالمسائل الشرعية؟ ما هذا؟ يعني والله طعن سخيف. لو أن رجلا عبد النعل، المهزلة، شو المهزلة والله؟ يعني هذا أمر لا يقوله أفسق فساق المسلمين، ولا يقول أحد من الكفرة من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس. نطعن في هذا الإمام الجليل بهذا؟ يعني يا جماعة قليل من العقل والله. أقسم بالله لو كان السند صحيحا كالشمس يسقط من غير المعقول. يعني مذهب يرى بكفر من استقبل غير القبلة عامدا في صلاته لأنه يعتبر هذا استهزاء، يكفره. كيف بعبادة النعل؟ عالم ارتضاه الألوف مؤلفة من علماء المسلمين، لم يرتضوه عالما، ارتضوه إماما على مر العصور. نضرب بكل هؤلاء عرض الحائط من أجل هذه الرواية. عبادة النعل يقول لك يعني إن كان يكفر من ضحك في الصلاة عامدا، يقول استهزاء، يجيز عبادة النعل. يعني أنت بهذه الرواية كأنك تأتي بمنقاش لتنسف به جبلا هائلا من التراث، تراث من مذهب أبي حنيفة مليء بالمسائل المدللة بنصوص الكتاب والسنة. فكلمة أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب تنطبق على من يدعي إجماعات المتأخرين الذين مخطوطاتهم لا تنحصر ولا تجمع. ثم هل اتفاقهم يرفع الخلاف المتقدم؟ لا. فما بالك بالإجماع المتقدم؟ إذا لا فائدة. ويقول لك لم يتفق الناس على الطعن في إمام أهل الرأي، لم يتفق السلف، مع أن السلف كلامهم ينضبط. وأنت كذاب أشر. من الكذاب الأشر؟ البخاري كذاب الأشر، ابن أبي داود كذاب الأشر، ابن الجوزي كذاب الأشر، عبد الله بن أحمد الكذاب الأشر، عقيل كذاب الأشر، ابن حبان كذاب الأشر، ابن عبد البر كذاب الأشر. كل هؤلاء كذابون أشرون، وأنت تدعي إجماع أناس لم تحط بعشر مؤلفاتهم. بالأمس أرسل لي أحد الأخوة في هذه الفائدة الجميلة. يقول الغماري في كتابه المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، يقول وهذا مما يدل على أن أحمد تورع من ذكر أبي حنيفة لسوء سمعته عند أئمة الحديث والسلف الصالح. أحمد الغماري هذا رجل متصوف وفيه تشيع، ولكنه سجل هذا الاعتراف. حين تسمي اتباع الإجماع تقليدا فهذا معناه أنك لا تعرف معنى التقليد. الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم إذا اتفقتم فاتفاقكم كاشف عن الحق. يحيى بن معين في سؤالات ابن محرز له كلمة وهي بتبكيت الشافعي، قال رأي أبي حنيفة خير من رأي الشافعي، وهي كلمة لتبكيت الشافعي، وأظنه يعني مسائل معينة. أيضا بالنسبة لابن المبارك، أن ابن المبارك عنه رواية يقول إذا اجتمع سفيان وأبو حنيفة فالقول يكون قويا أو أصلا هذا القول لا يوجد فيه مدح مطلق. معلوم أن أبا حنيفة كثيرا ما يشذ، ومن أكثر ممن اهتم بجمع شذوذاته ابن المنذر في الإشراف. فكان دائما يقول هذا القول فرد به النعمان، هذا القول فرد به النعمان، هذا القول فرد به النعمان، هذا، ويذكر ما خالف به الصاحبة وما خالفه به سفيان. فابن المبارك يقول أنه إذا اجتمعوا انتهى الأمر. ليش؟ لأنه في العادة أبو حنيفة يشذ، فإذا أبو حنيفة وافق
انتهى الأمر. فابن المبارك بالذات قد رويت عنه آثار في الإرجاء وفي السيف وفي الرأي وفي اتهام بسرقة الحديث، وثبت عنه أيضا بإسناد الصحيح أنه قال كان مسكينا في الحديث. حتى لو فرضنا شعبة هل برأ أبي حنيفة من الإرجاء؟ هل برأه من الحيل؟ هل برأه؟ ما برأه من أي شيء، ما تحدث عن أي شيء تفصيلي أصلا. وشعبة لم يكن بابه مراجعة الناس فقهيا ولا الإفتاء فقهيا، إنما كان بابه الحديث. وشعبة إذا تفرد بالثناء على إنسان من دون بقية الأئمة فإن مثل هذا الثناء وفي بابه الحديث لا يقبل، يعتبر نوع من أنواع التسامح. والخلاصة هذه الرواية إن صحت فهي والله لا تقدم ولا تؤخر، لأن ليس فيها أي مناقشة، فما بالك وقد عورضت برواية أقوى. هذا المنهج منهج يطفف في الميزان، يطفف في الميزان، يعني يأتيك بروايات كثيرة يوهمك بأن الروايات التي جاءت في الطعن في الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا، ويقلل من شأن الروايات التي جاءت في مدح الإمام أبي حنيفة. لكن الحقيقة أن معظم هذه الروايات الطاعنة معظمها لا يصح فقلت، ثم ما صح منها ما يمكن أن يحمل على المحمل الحسن، لكن لأن نفسهم الذبابي يحملهم دائما على الطعن ففهموها على الفهم السيء. وهناك روايات أخرى صحيحة فيها طعن في الإمام أبي حنيفة، فهؤلاء يطففون في الميزان. يعني في الحقيقة الروايات المادحة لأبي حنيفة أكثر بكثير من الروايات الطاعنة، لكن يوهمك بالكذب والخداع والتطفيف في الميزان بأن الروايات الذامة أكثر. خلافنا مع الفرقة الحدادية ليس خلافا شخصيا، بل هو خلاف ديني، خلاف منهجي. نحن نتعامل مع فرقة تكفيرية تضلل وتكفر أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الذين نقلوا إلينا شريعة الله سبحانه وتعالى. فإن لم نغضب لمنهج الله سبحانه وتعالى فلمن نغضب؟ فإن لم نغضب لعلمائنا الأبرار فلمن نغضب؟ نحن نتعامل مع فرقة خطيرة، فرقة تكفيرية، فرقة تهيئ الأرضية لمن هو أشد من داعش. لكن وزعوا الأدوار بينهم. حداد الكويت واضح صدامي مع القليل من المراوغة فيما يتعلق بشخص أبي حنيفة رحمة الله عليه، يراوغ قليلا. أما الأشاعرة لا واضح، لكن حدادي ألمانيا كثير المراوغة. الرجل فيه خير وانت اقرأ له. هو لما يعني تكلم في أبي حنيفة تكلم عن جمع أقوال الذين أثنوا على أبي حنيفة وجمع أقوال الذين ذموا أبا حنيفة. إذن قد وزعوا الأدوار بينهم. وهناك جهة أخرى تعمل لهم المقاطع الاحترافية، يحيل إلى حدادي الكويت، يحيل إلى حدادي ألمانيا. والله حتى لو أنك لزمت عالما أو على الأقل طالب علم نشيط تعرفه، واستحضر الآن واحدا أيا يكن، المهم أن تستحضر الآن واحدا، وأنا مثلا سأستحضر أحدهم، ثم هب أنك أقبلت على جهوده. مثلا في حالة هذه هب أنك جلست تسمع شروحه المنشورة للعشرات من كتب السلف العقدية من المتون المختصرة والمصنفات المسندة، ومررت أيضا على ما جمعه وحققه من آثار الصحابة والتابعين، والتي فاقت المئات من الآثار في الزهد والرقائق والأدب. داعش الآن خصومهم أين ينتعشون؟ هذه الميكروبات أين تنتعش؟ في البلد الذي للتو تحرر من المحتل بدماء أبنائه المخلصين، أفغانستان. ينتعشون هناك، يقومون بالأعمال التفجيرية. فكيف يستغلون الجانب الديني؟ عن طريق الحدادية يريدون رأس أبي حنيفة، والأشاعرة والماتريدية هذه معركتهم. إذن هؤلاء مهمين جدا لداعش ولمن هو خلف داعش من الغرب وأعوان الغرب. الروايات الطاعنة في الإمام المظلوم الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، هل هي من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ الرواية هي الإخبار عن حكم عام للأمة مستنده السماع
لا ترافع فيه إلى الحكام أي إلى القضاة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي حكم عام مستنده السماع، لا ترافع فيه إلى الحكام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حكم عام مستنده السماع، لا ترافع فيه إلى الحكام. هذا ماذا؟ هذا الرواية. أما الشهادة فهي خبر جزئي يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو السماع ويمكن الترافع فيه إلى الحكام. فباب الرواية أوسع من باب الشهادة. شروط قبول الرواية أيسر من شروط قبول الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة متعلقة بحق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على التضييق، ولأن الأصل في المسلمين عدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعدم وجود شبهة العداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال. يعني مسلم يعادي النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الإسلام. أما الشهادة فقد توجد العداوات بين المسلمين تحملهم على شهادة الزور فتنطلي على السامعين بخلاف الأخبار النبوية. فهناك قواعد حديثية نتعامل ضمنها مع الروايات. أما الشهادات فقبولها أشد وأعسر من الروايات. الرواية تقتضي شرعا عاما لا يتعلق بمعين، ولا تهمة في الرواية، لذلك توسع العلماء فيها. فلا يشترط مثلا انتفاء القرابة في الرواية بطبيعة الحال، لكن الشهادة لا تقدح، القرابة تقدح فيها كما يقدح فيها وجود خصومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة ذي الغمر على أخيه. ذي الغمر يعني الحقد على أخيه، وهذا الحديث حسنه ابن الملقن والألباني. فهذه العداوات تطعن في الشهادات. الطعون على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه هل هي من باب الرواية أو الشهادة؟ الشهادة بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن الطعون في أبي حنيفة هي أخبار جزئية متعلقة بمعين أبو حنيفة، هي ليست حكم عام للجميع، ويمكن الترافع فيها إلى الحكام لو كان أبو حنيفة حيا. فهي ليست رواية، لأن الرواية كما قلنا هي الإخبار عن حكم عام يتعلق بالناس جميعا. فلا بد من التشدد في قبول الشهادات، لأن الأصل سلامة المسلم من الطعون، الأصل حماية عرضه من القدح إلا بدليل دامغ قائم على التصريح بالمشاهدة أو السماع. فلو قال جاهل هذا لو كان حيا نتعامل معه هكذا، أما بعد موته فنطبق عليه أحكام الرواية. مثل يعني هذا على سبيل الافتراض، لو جاء جاهل حدادي مثلا وقال هذا الكلام، نقول هل يسقط حق المسلم بموته؟ يعني حين يكون المسلم حيا نشدد، وحين يموت ولا يستطيع الدفاع عن نفسه نتساهل في استباحة عرضه لأنه قد مات. الواجب أن نتشدد أكثر، لأنه كان في حياته قادرا على تبرئة نفسه، أما بعد موته فهو عاجز. ولئن كان عاجزا فليعلم أن له إخوة في الله يدافعون عنه بعد موته، ويرجون من الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم معه والصديقين في جنة الله سبحانه وتعالى. ومن شروط قبول الدعوة أيضا، من شروط قبول الدعوة أنها يجب أن تكون الدعوة محررة. ما معنى الدعوة محررة؟ تحرير الدعوة ما هو؟ هو تنقيتها من الشوائب. فلا يكفي أن تقول فلان لعنه الله، هذا الطعن لا قيمة له في الشرع. أو تقول فلان ما ولد في الإسلام مولود أشأم منه، هذا في ميزان الشرع لا قيمة له. وما أشبه هذه الطعون التي وردت في الإمام الجليل أبي حنيفة،
هذه الطعون لا قيمة لها شرعا. لماذا؟ لأنها غير محررة، فقط هكذا بكل بساطة. فلا يصح قبول الطعون حتى تحرر، تبين وتفصل تفصيلا يزيل عنها كل غموض ولبس وشبهة. معظم الطعون الواردة في الإمام الجليل أبي حنيفة من قبيل الدعاوى غير المحررة. لابد من أن يبين الشاهد كيف علم هذا الأمر، كيف علم هذه الدعوة، هل شاهد الأمر بنفسه؟ يجب أن يبين. هل سمعه بنفسه أو عن طريق شخص آخر؟ يجب أن يبين بيانا واضحا يزيل اللبس. وهل من سمعه منه ثقة؟ يجب أن يبين. وهل هناك خصومة بينهما أم لا؟ يجب أن يبين. فإن لم تكن الدعوة محررة تسقط ولا اعتبار لها شرعا. وحين أردنا تحرير الدعوة وجدناها متناقضة وغير محررة. فهذه الطعون على الإمام الجليل أبي حنيفة معظمها غير محررة، فنردها. ومن شروط قبول الدعوة عدم تناقض الشهود وعدم تناقض أقوال الشاهد الواحد. وحين نتأمل الروايات الطاعنة في الإمام الجليل أبي حنيفة نجدها متناقضة تناقضا جوهريا يسقطها، ليس تناقضا بسيطا بل تناقضا جوهريا يسقطها، مع وجود خصومة بسبب القول بالرأي وبسبب إرجاء الفقهاء، إضافة إلى الإشاعات التي كانت السلطة السياسية حينها تطلقها على خصومها لإسقاط الرموز المناوئة لها. وفي مقابل ذلك هناك روايات كثيرة صحيحة تثني على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، ثابتة عن السلف تكلمنا عنها سابقا، وسنذكر روايات أخرى إن شاء الله إضافية في الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم هناك تقارض الثناء على أبي حنيفة كما ذكر المعلمي الذي يستدل عليه الجهلة، يستدلون بكلام المعلمي. طبعا معظم كلام حداد الكويت فيما يتعلق برجال الأسانيد إنما هو نسخ من المعلمي، يستدل بالمعلمي مع أن المعلمي يبرأ إلى الله من منهج الذبابي هذا الذي يطعن في الإمام أبي حنيفة، لأن المعلمي رحمة الله عليه يعتبر أبا حنيفة من أئمة المسلمين، وهناك إجماع على مدح بعد القرن السادس، فيستدل لا يستحي مع أننا هدمنا كل استدلالاته بالمعلمي ولا يزال يعتمد على نسيان أبنائنا. ذلك الكتاب سيحسم هذا المنهج الذبابي، سيستأصله بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن كل أركان البحث ستكون أمام القارئ. مسألة مهمة جدا. هناك ما يسميه الفقهاء بالقرينة القاطعة. القرينة القاطعة التي تدل على تهاوي كل هذه الطعون في الإمام الجليل أبي حنيفة بأنه يستهزئ بالسنة أو بأنه يرد السنة بهواه أو بأنه يقول بخلق القرآن. قبل هذا أقول: ما هي القرينة القاطعة؟ القرينة القاطعة هي وسيلة من وسائل الإثبات التي يحكم بها، يعني ليس فقط الشهادة، هي وسيلة من وسائل الإثبات التي يحكم بها. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه بأن الحاكم إن أهمل دلالة القرائن القاطعة هذه أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كثيرا. لذلك ابن عقيل رحمة الله عليه ذكر بأن الحكم بالقرائن القاطعة إنما هو حكم بالأمارات، واستدلوا بأمثلة كثيرة جدا في الشرع يعتمد فيها الحكم على القرائن القاطعة. منها قول سليمان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح للأختين اللتين ادعتا الولد فقال للكبرى: ائتوني بسكين أشقه بينكما، فسمحت الكبرى بذلك وقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى بها للصغرى. ما الدليل؟ هذه شهدت وهذه شهدت،
كيف حكمت؟ القرائن القاطعة، هذا قلب فحكم به لها. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا من باب الحكم بالقرائن القاطعة. كذلك من أوجب الحد برائحة الخمر، أين الدليل؟ قرينة قاطعة. أو قاء أحدهم الخمر، ما الدليل؟ لماذا توجب عليه الحد؟ القرائن القاطعة. كذلك الحكم بقطع السارق حين يوجد المسروق معه قرينة قاطعة كما يقول العلماء. فهذه القرائن قد تكون أقوى من الشهادة. الشهادة خبر يتطرق إليه الكذب والوهم والخطأ والغلط، لكن القرينة القاطعة أشد. كمن يخرج من دار ليس فيها إلا باب واحد قلقا وفي يده سكين ملطخ بالدماء، فدخلت الدار فوجدت شخصا مذبوحا، فلا يلتفت حينها إلى شهادة رجل شهد بأنه سمع هذا المذبوح يقول قبل يومين أنا سأنتحر، لا اعتبار للشهادة، لأن هناك قرينة قاطعة. فما القرينة القاطعة في موضوع أبي حنيفة؟ أصحابه حين ينكرون هذه التهمة عنه، مذهبه الكتب. يعني مثلا حين تأتي إلى الجعد بن درهم، أتباعه هل يقولون بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أو يقولون بأن القرآن مخلوق؟ يؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك، يتبعون إمامهم. الجهم بن صفوان أتباعه ماذا يقولون؟ يقولون بأن القرآن مخلوق. أتباع الكليني يسبون الصحابة ويطعنون في، نعم. لا يأتي شخص ويقول أنا أتباع الكليني لكن أنا أخالفه في هذا غير موجود. فالقرينة القاطعة على كذب هذه الطعون هو أن الملاصقين للإمام أبي حنيفة ينفون عنه هذه التهمة. لا تأتيني بسند فلان عن فلان، أنا آتيك ب1000 عن 1000 من تلاميذ أبي حنيفة وتلاميذ تلاميذ أبي حنيفة وتلاميذ تلاميذ أبي حنيفة إلى يومنا هذا ينكرون هذا. ابن القيم رحمة الله عليه في الطرق الحكمية ماذا يقول؟ يقول البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. يعني دعونا نقرأ كلام ابن القيم رحمة الله عليه الجميل. يقول في الطرق الحكمية رحمة الله عليه: البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفي مسماها حقه، ولم تأتي البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان، كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. المراد بالبينة ما يصحح دعواه ليحكم به. البينة ما يصحح دعواه ليحكم به، والشاهدان من البينة ولا ريب من البينة، وليست البينة. الشاهدان ليس البينة بل من البينة، نوع من أنواع البينة، لكن ليس كل البينة. ولا ريب أن غيرها يعني غير الشهادة من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، أي قد يكون أقوى من الشهادة، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. وكذلك دلالة شواهد الحال على أن القاتل إنما قتل عمدا، مع أنه لم يصرح بأنه قتله عمدا، لكن شواهد الحال تقضي بالعمد. شواهد الحال تقضي بالعمد، فهي أعظم من الشهادة، لأن القرائن القاطعة أقوى من الشهادة. فما هي القرينة القاطعة في موضوع أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ إنكار الملازمين له بأنه يقول ذلك. مستحيل
يقول بذلك لا يوجد له مثيل في التاريخ البشري أن رأس فكرة يقول بقول وأتباعه يقولون من قال بهذا القول فهو خارج عن الحق وكافر بالله سبحانه وتعالى ومفتري على الله، ثم بعد ذلك يقولون بأن هذا الإمام لم يقل بذلك. لا يوجد هذا في التاريخ البشري. فهذا طعن في هذا الإمام، هذه من القرائن القاطعة التي تسقط كل هذه الروايات. فهم لا يجاملون في دين الله، هذا ثابت، وفي نفس الوقت يعتبرونه إماما لهم وينكرون الطعون. هذا من أكبر الأدلة على أن الطعون في الإمام أبي حنيفة باطلة وساقطة لمن كان له عقل. وبالنسبة لي دلالة اجتماع تلامذة الإمام أبي حنيفة على إنكار الطعون على أبي حنيفة أعظم عندي بكثير من دلالة عمل المدينة عند ربيعة ومالك. عمل أهل المدينة عند ربيعة ومالك يعني أن تواطؤ هذا العدد الكبير على فعل وهم قريبو عهد بالنبوة يدل على وجود حديث لم يصلنا، مع أن عمل أهل المدينة لا يعني إجماع الصحابة. من الصحابة من لم يسكن المدينة، كثير منهم ذهب إلى العراق، إلى الشام، إلى اليمن، إلى مكة. أما أصحاب أبي حنيفة فلن نجد غيرهم في غيرهم، فلن نجدهم في غير مذهب أبي حنيفة طبيعة الحال، وجميعهم ينكرون هذه الطعون، أصحابه الذين يعرفون الملازمون له. فدلالة اجتماع أصحاب أبي حنيفة على نفي الطعون أعظم من دلالة عمل أهل المدينة على وجود نص شرعي، بل وأعظم من وجود أثر صحيح السند عن السلف بأن الطعون في أبي حنيفة ساقطة ولا تصح. وجود سند صحيح 100% كل من كبار الأئمة عندي اجتماع تلامذة وأصحاب أبي حنيفة على إنكار الطعون أعظم عندي من دلالة هذا السند. وكل من عنده ذرة علم يدرك أن أبا يوسف من أكبر تلامذة أبي حنيفة وأكبر أتباعه وحملة مذهبه. متى كتب أبو يوسف كتابه الخراج؟ بعد وفاة أبي حنيفة. كتبه نصيحة لهارون الرشيد. ماذا يقول القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج؟ يقول أبو يوسف رحمة الله عليه: وسمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: قال علي لعمر رضي الله عنهما حين استخلف: إن أردت أن تلحق صاحبك، يعني أبا بكر، فارفع القميص ونكس الإزار واخصف النعل وارقع الخف وقصر الأمل وكل دون الشبع. الله أكبر. يعني هذا كلام أبي يوسف نصيحة لهارون الرشيد، يقول ما قاله الإمام أبو حنيفة، ما يرويه الإمام أبو حنيفة عن علي، ما قاله لعمر رضي الله عنهم جميعا. وهذا يوضح لك من هو أبو حنيفة بالعبادة والزهد. والله العظيم أنه إمام مظلوم أقسم بالله. هذه رواية أخرى ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات، يقول: قرأت في كتاب أبي عبد الله محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق بروايته عن القاسم بن أبي صالح الهمداني عن محمد بن أيوب الرازي قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ طبعا هذا يقول البيهقي في كتابه الأسماء والصفات رواته ثقات، رواة هذا السند كلهم ثقات كما يقول البيهقي. محمد بن سابق قال: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله ولا أنا أقوله. فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله، بالسند الصحيح. معناه أن هناك شائعة شارك الجهمية وبعض الساسة في ذلك الوقت الذين كانوا يعارضون الإمام أبا حنيفة ويعتبرونه عدوا لهم، شاركوا في نشر هذه الشائعات.
وفي هذا الأثر الصحيح يقول أبو يوسف: معاذ الله ولا أنا أقوله. وهذه تسقط كل الاتهامات أبو سليمان الجوزجاني ومعلى ابن منصور الرازي بسند صحيح أخرجه الخطيب البغدادي، يقولان وهم أعرف الناس بالمذهب، نستطيع أن نقول الصف الثاني بعد أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وزفر، يقولان ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في القرآن، يعني بأن القرآن مخلوق، لم يقل أحد منهم ذلك، وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد. طيب كيف نتجاهل قول أبي يوسف رحمة الله عليه في كتاب الخراج وهو يقرر مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه قائلا: وأيما رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته فإن تاب وإلا قتل. هذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. كيف يظن بأبي حنيفة رحمة الله عليه أنه يرد الحديث بهواه وهو يقدم الحديث الضعيف على القياس، كما أكد ذلك ابن تيمية، ابن القيم، ابن حزم وغيرهما من العلماء. إن كان يقدم الحديث الضعيف على القياس فكيف يقدم القياس على الحديث الصحيح؟ بل لو ثبت عنده صحة الحديث ورجحان هذا الحديث على غيره من النصوص الشرعية لأخذ به، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه عن أبي يوسف، وهو أعرف الناس بشيخه، أنه قال بعد اجتماعه أبو يوسف عندما اجتمع بالإمام مالك وسأل أبو يوسف الإمام مالك عن بعض المسائل، رجع أبو يوسف: هكذا رباه أبو حنيفة، هكذا رباه أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. ماذا قال أبو يوسف؟ قال: لو رأى صاحبي، يعني أبو حنيفة شيخي وإمامي، لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع كما رجعت. ابن عابدين رحمة الله عليه ماذا يقول في حاشيته؟ قال كلام عظيم، يقول: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث. تخيل، حنفي ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. تخيل، إذا صح الحديث والمذهب الحنفي مثلا على الجواز والحديث على المنع مثلا أي شيء، فإذا صح الحديث على المنع وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك يعني العمل بالحديث هو مذهب أبي حنيفة. كيف وتخالف؟ يقول: ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به بالحديث. لماذا؟ فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا الذي أكده وأثبته عن أبي حنيفة ابن عبد البر وغيره من الأئمة، أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هل هذا إنسان يرد السنة لهواه؟ حين نرد طعون بعض علماء السلف يقولون: أنتم تطعنون فيما ذكرناها مرارا، من أفضل وأعظم مكانة، مصطح ابن أثاثة البدري أم سفيان الثوري؟ مصطح ابن أثاثة البدري أم شريك؟ مصطح ابن أثاثة البدري أم حط أي عالم من علماء السلف؟ مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يقول هذا إلا الضال. مصطح بدري شارك في غزوة بدر، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث الصحيح: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأل، قال: يا رسول الله، لم يسأل لكن قال: ليدخلن يا رسول الله ليدخلن النار حاطب، يعني حاطب بن أبي بلتعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها إنه شهد بدرا والحديبية. انظر فضل بدر. وكما في البخاري جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم، يعني يا معشر الصحابة، يا معشر المسلمين من الإنس، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري:
فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فإن كان هذا الصحابي الجليل البدري مصطح رضي الله عنه وارضاه زل لسانه وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي عنه؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. من أعظم، مصطح أو أحد علماء السلف؟ مصطح أعظم وأقرب إلى الله، ومع هذا زل، وهذا ثابت. إن كان مصطح زل لسانه، فكيف تدعون العصمة لمن لا يقارن به وإن كان جليلا في أعينه؟ لا يقارن. هؤلاء الجهلة يريدون هدم الإسلام تحت شعار حماية السلف. كذب، أقسم بالله كذب. لذلك نحذر يا أبنائي من هؤلاء. وكما أن الخوارج رفعوا شعار آية: إن الحكم إلا لله، آية من يشكك فيها، آية في كتاب الله، رفعوا كلمة حق لكن أريد بها باطل. كذلك هؤلاء يرفعون عقيدة السلف وهم يهدمون الإسلام باسم السلف. فلا يغرنك هذا التمثيل من الحدادية، هذا ليس إجلالا للسلف بل استغلال للسلف. أكرر، هذا ليس إجلال للسلف بل استغلال للسلف في إثبات الطعون على بعضهم البعض. هؤلاء الحدادية هم الطابور الخامس في صفوف الدعاة. هؤلاء خنجر مسموم في ظهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أدوات المحتل الذي يريد باسم السلف تمزيق الأمة. انظر ماذا يفعلون في أفغانستان، هذا التفجير في المساجد، هذا التفجير في حلقات تحفيظ القرآن، هذا التفجير في مدارس الحديث. ما هي الأرضية الفكرية لهؤلاء؟ من الذي ينعشها؟ من الذي يحرث هذه الأرضية العفنة الفاسدة؟ الحدادية. فأقول لأبنائي وأحبابي: عليكم بكبار العلماء، عليكم بكبار الأئمة الذين فهموا كلام السلف على حقيقته. كما أننا نحتاج إلى الصحابة لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أننا نحتاج للتابعين لفهم كلام الصحابة رحمة الله عليهم، كذلك نحن بحاجة إلى علماء الأمة من القرون التي جاءت بعد السلف، فهم أعلم الناس بكلام السلف. ولا يأتيك غير جهول لا يفرق بين الضمير واسم الإشارة ليشرح لك كلام السلف ويضرب بكلام هؤلاء العلماء من بعد القرن السادس، يضرب بكلامهم عرض الحائط. لا يا ابن الحبيب، اضرب به هو عرض الحائط. اضرب بالحدادية هؤلاء عرض الحائط. هؤلاء جهلة، هؤلاء مفترون، هؤلاء كذبة، لا يضلونك. أنا بذل جهدي لأبين لك. فإن أردت بعد كل هذا أن تستمر في هذا المنهج، في اتباع هذا المنهج الأفاك الأثيم، فأنت من ستتحمل جريرة قرارك هذا يوم القيامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يبعدنا عن الفتن، وأن يعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ماذا يقول هنا رحمة الله عليه في المنهاج؟ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعا. إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وإلى آخره. من ظن أن أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره، فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو بهوى. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وأحمد إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة، وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة
وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة، وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. قال ابن تيمية: فإن أئمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم كالخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ونحوهم، ومثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، ومثل مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة، ومثل الشافعي وفلان وفلان إلى آخره. قالوا: أمثال هؤلاء من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها، فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم، وتكفيرهم هو من جنس قول الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، ومن جنس الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما من المسلمين، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأوثان، وهذا واقع.